يلا نقول بسم الله. ما شاء الله، شوفوا لي شلونه يخبل لو ما يخبل. بسم الله، كلش طيب. يلا خلينا نسوي انا وياكم. طبعا تغميسة الصوص رهيبة. بالبداية راح نجيب طاوة نظيفة ونضيف بيها زيت، ونضيف أيضا هسه قطع اللحم، وهسه راح أحمسه. مجرد ما يتغير لون اللحم أغطي الطاوة وأتركه ينحمس عندي زين. وبعد ما انحمس عندي وصار عندي بهذا الشكل، هسه راح أضيف البصل. طبعا حبتين من البصل مقطعة بحجم صغير، وأحمسهم سوا. وطبعا هسه راح أضيف الطماطة. طبعا الطماطة أني شايلة من عندها القشور، مقطعة ناعم. وهسه بعد ما حمسسهم سوا، راح أضيف على صفحة ملعقة كبيرة من معجون الطماطة، نفس الطاوة أحمسها وأشوحها تشويحة زينة. هسه راح أضيف بعد ما حمستهم كلهم سوا ويا المعجون، راح أضيف قلاصين من المي، وملعقة كوب من الملح، والبهارات كاري، لومي، بصرة مطحونة، فلفل أسود، بابريكا. وأيضا نضيف ملعقتين كبيرة من كاتشب. الكاتشب البارد ينطي طعم ونكهة للصوص كلش طيبة، وصار ويانا أطيب كل فراي. يلا نقول بسم الله. ما شاء الله، شوفوا لي شلونه يخبل لو ما يخبل. بسم الله، كلش طيب. طبعا تغميسة الصوص رهيبة، رهيب.